السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب العالمين. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، بس قبل اي كلام نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. معانا النهاردة في وصفتنا 250 ملي من الحليب، حطيت عليهم ربع كوباية من المية، وضفت عليهم كمان ربع كوباية من الزيت. تمام كده، يبقى 250 ملي من الحليب او مال المج اللي انتوا شفتوه ده حليب، عليهم ربع كوباية من المية، عليهم ربع كوباية من الزيت. حطيت كمان معلقتين كبار من السكر الحبيبات، ومعلقة الا ربع من الخميرة الفورية، وربع معلقة من الملح. دوبت المقادير دي كلها مع بعضها لغاية ما اختلطت كويس قوي، واتأكدت ان السكر والخميرة دابوا كويس. نزلت عليهم بنص كيلو من الدقيق 500 جرام. طبعا انا ما ضفتوش على دفعة واحدة، ضفت كده الدفعة الاولى وبعدين ضفت الدفعة التانية، وحطيت معاهم ربع معلقة من البيكنج باودر. هسيب لكم طبعا المقادير بالظبط في صندوق الوصف ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده، خدت العجينة في ايديا حوالي دقيقة او دقيقتين عجن، وخدتها كده على سطح العمل، اديتها كمان دقيقة في العجن لغاية ما اتأكدت انها نعمت كويس قوي. انا مش عايزة طبعا العجينة تكون ناشفة، انا عايزة عجينة تكون لينة شوية. بعد كده هغطيها بستريتش راب او باي فوطه نظيفه عندك. هتاخد معاكي حوالي نص ساعه تخمير، لان احنا طبعا الجو سخن والمعجنات دي ما بتستحملش خالص في الحر، بالذات مع الخميره الفوريه. نص ساعه بالظبط، وكانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو هبدأ كده أشكلها معايا، أخدها كده معايا وأقطعها لأحجام متساوية. عايزة طبعا تعمليها كور صغيرة، تعمليها كور كبيرة، متوسطة. الحجم ده طبعا يرجع لك انت ويرجع لذوقك، شكلي زي ما انت عايزة. أنا كده قطعتها على 8 قطع متساوية كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما خلصت الكمية كده ركنتها على جنب حوالي 3 دقايق كده، ريحتها شوية. ما خدتش معايا اكتر من 3 دقايق عشان تكون معايا سهلة في الفرد. انا طبعا في الوصفة دي استخدمت الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات. جربوه هتلاقوه جميل جدا في المخبوزات وهيريحكم كتير كتير قوي. يلا، اللي معايا لغاية دلوقتي في الفيديو ما حطش اللايك ينزل يحط اللايك ويشترك في القناة. حبايبي واخواتي، بشكركم جدا على تفاعلاتكم وكومنتاتكم الجميلة. طبعا كده انا هنا حشيتها جبنة فيتا عادية جدا. طبعا انت حابه تحطي الحشوه اللي انت عايزاها دي، ما دي برضو ترجع لذوقك وترجع لذوق اولادك. حطي الحشوه اللي انت عايزاها. عايزه حشوه مربى، حشوه جبنه، جبنه رومي، اي انواع جبن او اي انواع مربى انت بتحبيها. حطي الحشوه بتاعتك. كده قفلت زي ما انتوا شايفين كده بطراطيف صوابعي لغايه ما لزقت الاطراف في بعضها. من بعد الحشوه على طول ببدا اضغط عليها كده بصوابعي. ادي كمان مره. طبعا الوصفة دي بتنفع معانا في المصايف، بتنفع معانا في الرحلات، على الفطار الصبح او العشاء. خفيف مع كوباية شاي بلبن كده. هتبقى جميلة جدا 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 ومشبعة على فكرة. يعني اللي هياخد قطعة منها بالحجم ده ما شاء الله، يعني هتشبعه جدا. طبعا وصفة اقتصادية وجميلة جدا جدا جدا، جربوها ان شاء الله وهتعجبكم. هغطيها كده بفوطة لمدة نص ساعة لغاية ما تستريح ويتضاعف حجمها وتخمر معايا مرة تانية. وهبدأ أكون مجهزة صفار بيضة ومعلقتين من اللبن. هقلبهم كده مع بعض وأبدأ ألمع بيها الوش بتاع الفطاير بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده ما خدتش أي وقت معانا. ممكن تضاعفي الكمية وتضاعفي المقادير على حسب الكمية اللي انت عايزاها. طبعا يا جماعة دي من ضمن الحاجات اللي بتبقى جميلة جدا والناس بترغبها قوي قوي قوي
فطبعا لو انت عايزة عندك مشروع صغير كده وعايزة تبدأيه، بتبدأي بالحاجات البسيطة السهلة دي. وان شاء الله ربنا ييسر اموركم ان شاء الله، وييسر الحال لينا وليكم يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما خلصت ودهنت الوش بصفار البيض ولمعته، هكون مشغلة طبعا الفرن قبلها بحوالي ربع ساعة تسخن على 180 درجة. مش هشغل الشواية دلوقتي خالص، انا هشغل الفرن بس من تحت، الشعلة اللي من تحت في الفرن على درجة حرارة 180. هدخل الفرن، وبعدين اول ما احس انها دخلت في مرحلة السوى هشغل لها الشواية لمدة 10 دقايق تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شفتوه ده. هو اللي معايا لغاية دلوقتي يلا كده وما ضغطش اللايك ينزل يحط اللايك بسرعة، ويكتب لي كومنت حلو يسعدني ويفرحني. حبايبي لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تقولي لي في الكومنتات. سهلة ووصفة جميلة جدا 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 وهتعجبكم، والطعم والريحة مش هقول لكم، خرافة خرافة، جميل جدا جدا جدا. جربوها وهتعجبكم. حبايبي واخواتي من كل الدول العربية ومن مصر، بحييكم جدا معايا، وبقول لكم شكرا 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 جدا على تفاعلاتكم وعلى كومنتاتكم وعلى حبكم ليا. شايفين الطراوة بتاعتها جميلة ازاي، طرية جدا ولذيذة جدا. بس انا سخنة طبعا، مش هقدر، ما قدرتش اكسرها دلوقتي، استنت لها لما بردت شوية. تعالوا كده نشوف السوا مع بعضينا. السوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، كده حاجة جميلة. شايفين الهشاشة والطراوة بتاعتها عاملة ازاي، حاجة كده جميلة وتفتح النفس.